السلام عليكم. اليوم كاينين مجموعه من الاسئله. علاش الجزائر نايضه فيها القيامه على ود انه المغرب غيحتضن كاس افريقيا الامم سنه 2025 والجزائر حتى 2029؟ شكون اللي جبد لنا هادشي؟ جبدوا لنا السي حفيظ الدراجي. غنتكلموا على حفيظ الدراجي، ولكن قبل ما نتكلموا على حفيظ الدراجي كاينين بزاف ديال القيامه نايضه خاصنا نفهموا هادشي هذا، وعلاش بنادم فهمتي مزير بزاف على هادشي هذا. حنا المغرب حتى شي واحد ما كان كيتكلم على 2025 ولا شي 2000. حنا ما جايبين الدنيا اخبار، لاعبين لا كوب دي موند وواصلين المرتبه الرابعه عالميا، واستقبلنا اللعابه واللعابه مشاو لفراقيهم وباقيين فرحانين، وبغينا نعسوا غير شي شويه نعوضوا الايامات ديال نعس المونديال، ولكن شي وحدين لاصقيننا في راسنا غنجيو نشوفوهم شنو كيقولوا. نبداو بهذا ولا بلاتي؟ دير شي كومونتير وبارطاجي الى كيعجبك الفيديوهات. بالعكس من بوسبير اللي ما وصلوش يعني في لي ماتش تاعهم رايح للنصف النهائي، قالوا له راك شرفت العرب، قال لهم لا انا نشرفوا الافارقه برك. علاش الكذوب اولا؟ ولكن قبل ما ندوي معك على الكذوب، ما وصل غير النصف النهائي، زعما ماشي شي حاجه. اجي نشوفوا فيديو نتوما فاش دزتو غير من الدور الاول شنو درتو؟ بلاش فيديو، غير تصويره بارك علينا. هذه التصويره كتعبر على الاحتفال ديالكم بالمنتخب ديالكم بعد ما خسر مع المانيا من يلا دزتو دور المجموعات، وفرحنا راسنا حنايا ما دزنا حتى شي حاجه. واخا داباش جاب هاد الشيء هذا العرب والافارقه وكذا لتنظيم كاس افريقيا، لانه هذا هو الموضوع ديالك، ولا ضروري خصكم زعما ما كتفرحوش حتى تنغصوا الفرحه على الاخر؟ والله واخا تبقى الصباح وعشيه انت باغي تنغص علينا الفرحه، حنا فرحانين وما جايبين لك الدنيا اخبار. ونزيدك دابا لا سيدي، السؤال كان على العرب. شنو كيجاوب المدرب ديالنا؟ كيقول حنا كنمثلوا المغرب وكنمثلوا القاره الافريقيه. علاش؟ لانه كنتكلموا على كره. وكيفاش دزنا الكاس العالم؟ لانه دزنا من افريقيا اللي نتوما لعبتوا خسرتوا فيها مع الكاميرون، فبالتالي ننتمي الى هذه القاره، الا لا نتوما ما كنتميوش ليها، كيسحب لكم راسكم نتوما قاره بوحدكم، الله اعلم. ما عليناش. حنا في المغرب مكون، كاينين عندنا الامازيغ وعندنا العرب، وكنتميو جغرافيا لافريقيا، وهاد الناس العرب وكذلك الامازيغ عندهم علاقه مع العرب فيما وقع في احداث تاريخيه ودخول الاسلام الى المغرب، وكذلك العرب عندهم علاقه بالعرب اللي كاينين. دونك عادي جدا نقولوا المغرب افريقيا الامازيغ العرب. شنو المشكل عندكم في هادشي؟ القبائل. صاحبي ما يمكنش على قبل عندكم مشكل ديال واحد الحاجات باغيين تنحيو الامازيغيه وتنحيو الامازيغ. حشومه صاحبي، وباغي تنحيو حتى افريقيا نتوما. شوف كاينه واحد الدوله سميتها كوريا الشماليه، تقدروا تمشيو وحدها، والله قاره بوحدهم تما في حالكم. ما عليناش. زيد السيد. انا كي نقول بوزبير نقصد المروك. دابا انت ملي كتقول بوزبير تقصد المروك، يعني انت كتقصد المروك، ولكن كتقول بوسبير لانك انت ولد بوسبير، ولانه نتايا ولد فرنسا. داكشي علاش داكشي اللي فيك باغي تلصقو في المغرب، ماشي مشكله سيدي. هاد المروك المغرب المملكه المغربيه قولها ولا ما تقولهاش ما كينقص منا حتى شي حاجه، قلناها ونبقاو نعاودوها لك، ولكن انت لاصق في كلمه وحده هي اللي حافظ وهي اللي حفظوك، ما عندك شي حاجه اخرى تقولها على المغرب. زيد سيدي. اللي سنه 2015 في منتصف الطريق قطعوا الطريق على لا كاس افريقيا الامم، وقالوا ما راناش جاهزين، قدموا الملف تاعهم وتم قبول ملفهم، ومن بعد في منتصف الطريق قال لك ما راناش جاهزين باش ننظموا كاس افريقيا الامم. لا تتذكروا؟ احنا كنتذكروا. شوف انت واش كتذكر، لانه الاشكال الكبير هو تقول انه احنا راه ماناش جاهزين. لا سيدي، كنا جاهزين. ورجع قلب دير غير شي بحث في جوجل وكتب اعتذار المغرب على كاس افريقيا 2015 غتلقى الجواب. وانت بما انك بديتي الفيديو ديالك بالتطبال لقطر، مع العلم انه يستحقون انك تطبل لهم لانهم نظموا مونديال خيالي، ولكن انت ما كتطبلش لهم لانهم نظموا مونديال خيالي، لا انت كتطبل لهم من اجل الريال القطري. ما عليناش. اشنو قلتي؟ نعم سيدي. بعد في منتصف الطريق قال لك ما راناش جاهزين باش ننظموا كاس افريقيا الامم. لا تتذكروا؟ لا تتذكروا، ماناش جاهزين. اسيدي راه كان ايبولا لا ما كانش في اخبارك، وهذا الشيء علاش ما نضمناش وما قلناش نعتذر. لا،
قلنا حاجه وحده، هي انه اجلوا عفاكم كاس افريقيا حتى نشوفوا هذا الوضع ديال المرض وداك الشيء كيفاش المشكل ديالو. ولكن اللي كيزور التاريخ ديالو عادي جدا يجي يبغي يزور لنا التاريخ في شي حاجه اللي يلاه وقعت في 2015. ما عليناش سيدي، بغيتي تكذب كذب، ولكن كذب على صحابك، ما تكذبش علينا حنا المغاربه. فاهمين؟ ما نفهمش مليح في الرياضه، انا ما نفهمش في الرياضه، انا نفهم في السياسه. خويا انت منين ما كتفهمش في الرياضه اش مصدعنا راسنا صاحبي؟ انا ما فهمتش هادو اللي كيتلاحوا لشي حاجه، ما فاهم في الرياضه، ما عارف 2015 اش وقع، ما عارف حتى شي حاجه وكيفهم. وانت كتفهم في السياسه، هي اللي كتفهم فيها. ومنين كتفهم في السياسه اخويا، وسير قابل السياسه ديالك، وسير قول السياسيين ديالك كيفاش كدار باش انك تنظم شي دوله استضافه ديال كاس افريقيا. خلينا من عيسى حياته اللي كان غير كيعطي داكشي كيف ما بغى. ما عليناش ندوزو هذا راه مسكين الله يشافيه بلا ما نهضروا عليه، صافي نديو الذنوب معاه الله ما بلاش. نمشيو نشوفوا اللي علم هاد خينا واللي قال لهم اصلا ان المغرب هو اللي غيحتضن، وانهم خاص الجزائريين الجماعه، قال لهم الجماعه هي اللي عطات المغرب، صافي عطاتهم. وهذا السيد هذا قال لهم انكم خصكم تعرفوا ان ماشي غير كره القدم، لا، اشنو خاصهم يعرفوا؟ خاصهم يعرفوا انه كيقول على الكواليس، كاين شي حوايج في الكواليس. دابا واش كاين شي حاجه في الكواليس ولا المغرب بصح كيستحق انه ينظم كاس افريقيا الامم 2025؟ حتى من هذا الجانب أعتقد بأن المغرب خطى خطوات كبيرة جدا، متفوق على تونس ومتفوق على الجزائر، وبالتالي السي حافظ يستحق ولا ما يستحقش؟ إلا كنتي انت كتنساو التاريخ، عندكم دائما كتنساو، حنا ما كنساوش. التصريحات ديالكم باقا موجودة، وانت فايت لك قلتي أن المغرب سبق بخطوات كبيرة الجزائر وتونس. يعني الكونفدرالية لاش غتعطينا؟ حيت كنستحقوا السي حافظ. مازال با حافظ غنفرجوك مازال. لا شيء وبلد ما فيه ولا شيء. انا اليوم نقول مشكلتنا احنا في الداخل وليس في الخارج. قبل ما نتكلموا اليوم على القجع نتكلموا على التوانى اليوم اللي في كل مره وكانوا هذا البلد ما عنده ولا شيء. تعليقك عبد بلا ما تاخذ التعليق ديالو، عطيني التعليق انا نقول لك اشنو خاصكم. التعليق اللي غنقول لك اخويا، سيروا فكوا مشاكلكم الداخليه، وسيروا فكوا هاد الحيره اللي عندكم، وانتم عندكم غير مشاكل شكون راه هذا وكيفاش، عاد باش تجيو عندنا حنا في المغرب وقول لنا شنو المشكله عندكم معانا. بحال واحد خاينه في واحد الصفحه كيحسب لي انه لا عندك مترو تقدر تنظم كاس افريقيا الامم، كيف ما كتشوفوا في الصوره. لا شريف، ماشي حيت عندك مترو يسحب لك قطر دابا، حيت هو شاف في قطر كاين المترو قال اذا حنا في الجزائر عندنا مترو نقدروا ننظموا. راه كاينين بزاف د الحوايج، كاين الامن، كاين المترو، كاين المواصلات، ما سميتهاش المترو حيت خصك اللي يوصلك، زائد انكم غتلعبوا بنادم في التيران. راه المترو عندك غير في مدينه، ما عندكش مترو كيمشي من الشمال للجنوب، فبالتالي ما عندكش حاجه سميتها التي جي في. يعني الواحد يقدر اليوم يكون في كازا وغدا يكون في طنجة، اش من غدا ساعتين كيكون في طنجة، ما عندكمش هادشي. فبالتالي ما تجيش اخويا تبقاو تقولوا لنا وتعطيونا الاراء. المغرب غادي ينظم كاس افريقيا 2025 ماشي باللوبينغ، ولكن بحاجه واحده، انه كيستحق هذا الشيء هذا. ما تنساش الا كيعجبك هذا الشيء اللي كندير، دير جيم كومونتير وبارطاجي، ما تنساش تابونا في لاشين او لا لاباج على حسب ملي كتشوفنا. ان شاء الله.